السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم وصفة سهلة اقتصادية، وهعمل معاكم الفطاير المورقة المحشية بالجبنة اللي زي العسل. النهارده هنعملها بكل سهولة. معانا كده هاخد البولة بتاعتي واضيف خميرة، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة كبيرة ملح او معلقة صغيرة ملح كده عشان تبقى حاجة، وشوية سكر طبعا علشان الخميرة، وهحط بيكنج باودر اللي هيخليه زي العسل ويبقى طري معانا وهش. ومعايا كيلو الا ربع دقيق، معايا كوباية لبن وكوباية مية، الاتنين دول في حتة تاني خالص. يلا حطيت المكونات بتاعتي وهبتدي اضيف على طول كوباية المية وكوباية اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، زي العسل زي العسل. وابتدي يلا كده اقلب 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 الشكل ده كده لغاية ما الاقي الخميرة بتاعتي تفاعلت اهو بالشكل ده كده، واقلب 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 واقلب. السكر يدوب والمكونات كلها بتاعتي تدوب بالشكل ده اهو زي العسل. بقت معايا بالشكل اللي زي العسل ده. طيب يلا هبتدي بعد كده اضيف حبة حبة كده بالدقيق بتاعي اهو، اضيف تاني اهو بالشكل ده كده وبالمعلقة، وقلبي 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 وقلبي. انا مش هحط، ما عايزاش ان انا احط الدقيق مرة واحدة، لا انا عايزاه يوفر معايا العجن واعمل الشغل ده كده اهو. شايفين ازاي؟ بحط يلا في الدقيق تاني شوية شوية كده لغاية ما يشرب معايا الدقيق كله، وبعد كده أبدأ أعجن. صلوا كده على الحبيب المصطفى محمد أهو. شايفين ازاي الشغل والحركات والتركات؟ ابتدي بعد كده أضيف باقي كمية الدقيق كلها مرة واحدة بالشكل ده اهو. وبعد كده ابتدي اشتغل معايا اهو الدقيق كده، اطلع اللي في المعلقة معايا بالراحة اهو. وبعد كده ابتدي اعجن العجينة بتاعتي. هبتدي اشتغل. هاخد العجينه بتاعتي اللي في البول على كده، انا مسبتهاش خالص تستريح، دوبك غسلت ايدي. وهبتدي ارش كده شويه دقيق، حاجه كده بسيطه خالص في البوله بتاعتي، وهحطها كده على الرخامه وابتدي اقطع. اخدها كده حتى هي نفسها ما بتلزقش. تعالوا كده وهنبتدي نقطع الدواير بتاعتنا بالشكل ده اهو كده، حجم يكون زي العسل بنفس الشكل ده كده. وابتدي ارص هنا.
طيب شايفين شكل البولة؟ طيب طلعت لنا الدواير دي، هتعملي ايه؟ هسيبهم وهروح احضر معاكم الحشوة. والحشوة معايا جبنة ومعايا فلفل احمر وفلفل اخضر. طيب هنعمل ايه؟ الجبنة دي مالحة من عندي، اي نوع جبنة انت تختاريها اشتغلي بيها. هبتدي كده بالشوكة وهرسها 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 اهو، وادخل عليها كده الفلفل واخلطهم مع بعض بالشكل ده. عندك اي جبن تاني ضيفي خير وبركة، جبنة رومي، لانشون، براحتك، الحشوة اللي تحبيها اشتغلي بيها، لحمة، فراخ. بس انا هعملها باقتصادية، يا دوبك حتة الجبنة في التلاجة وشوية فلفل احمر واخضر، هتعملي احلى فطاير وفي حتة تاني خالص. والعجينة عاملينها زي ما عرفتوا، كوباية مية وكوباية لبن هتعمل لك فطاير في حتة تاني خالص. شايفين خلطتهم مع بعض حتى ما بتخمرش. الحشوة جاهزة. طيب ونشتغل على طول. بصوا اهو، هبتدي يلا هاخدهم على جنبي هنا كده بالشكل ده. وهبتدي هشتغلي ايه يا ندى؟ يلا اهو، واديله سن الدقيق، حاجة بسيطة لا تذكر برضو. وهبتدي اخد دويرة اهو بالشكل ده زي العسل. يلا وهنبتدي نضيفها كده، وهبتدي اضيفها كده بالشكل ده واشتغل افرد. عايزاها ورقة بمعنى الكلمة اهو، من النص وتطلعي بره، من النص وتطلعي بره اهو كده. نديها شوية دقيق واقلبي. شايفين لما بتتفرد تغيبي كده وتحطي سن الدقيق عشان ما تلزقش معاكي. شايفين بزاوية كده علشان تطلع معايا دويرة اهو. كده انا عايزاها ورقة اهو. كده شايفين ازاي بقلب واعدل فيها علشان لو في حتة ما فيهاش سن الدقيق بسيطة خالص اشتغلي. زي العسل. طيب هنشتغل ازاي؟ اهو كده فردتها. هنبتدي بمادة دهنية. هشتغل بايه يا ندى؟ هشتغل بزبدة صافية حتى ما حطاش فيها زيت. ليه؟ علشان هي اللي هتديها الطعم النهائي والرجة بتاعتها بتاعت الوصفة بتاعتي بتاعت الفطاير. وهبتدي يلا كده زبدة اهو بالشكل ده، وابتدي ادهن. صلوا كده على النبي محمد، ادخلوا في التعليقات واكتبوا لي تعليقات حلوة، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله أهو. هعملها الزبدة بتاعتي. طب يا ندى أنا ما عنديش زبدة، سمنة على زيت. سمنة على زيت يشتغل. عندي حتة زبدة صغيرة، زبدة على زيت يشتغل. عايزة تشتغلي زي زبدة زي العسل. هبتدي يلا اخد الحشو بتاعي واوزعه كده حاجة بسيطة. طب هنشتغله ازاي؟ نصه بالظبط كده اهو، بالنص، نصها بس كده اللي هحط فيها الحشوة. يا ندى متحطيش فيها كلها عشان اديكم هتشوفوا انا هعمل ايه اهو. حطيت
وبقت في حتة تاني خالص، ما تكتروش في الحشو. شايفين حطيت حاجة بسيطة جدا. يلا بقى وبسكينة هنشتغل. هتقطعيها ازاي؟ كده؟ لا، كده اهو، كده بالشكل. همسك دول، هبتدي هضيفها على دي كده، نفرده دي. هبتدي بعد كده اشتغل. هتشتغل ازاي يا ندى؟ هبتدي يلا من ناحية الجبنة بالشكل ده كده، وهروح ابتدي اطبق اهو بالشكل ده. شايفين بطبق ازاي؟ اهو اهو، حتى ما فيهاش دقيق. اهو 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 لغاية اخر حاجة. طيب وبعد كده هبتدي يلا من الناحية اللي فيها الطرف من جوه بالشكل ده كده اهو كده، وهبتدي بعد كده هاخدها كده رول معايا بالشكل ده. شايفين بقت حلوة ازاي؟ وزي العسل ومليانة طبقات من جوه. تعالوا نعمل كمان، يلا بينا. هبتدي يلا كده اطبق كده. علشان ابتدي ارص في الصاجين. انا رصيت صاج، ومعاكم الصاج التاني اهو بالشكل ده. صلوا كده على النبي محمد. اهو زي العسل. طيب يلا كده هنبتدي نعمل. معايا بيضة وحطيت عليها كده معلقة خل صغيرة طبعا،
واقل كمان، يعني حاجة صغيرة كده، خلي بس عشان تضيع الزفارة بتاعت البيضة. اهو كده، وندهن. صلوا على النبي. أكون دهنتهم كلهم بالشكل ده. هسيبهم يلا لغاية ما يخمروا براحتهم خالص وارجع لهم. لقيتها مني ولقيت ان انا لازم اسويه ومضطرة، رحت سويته على البوتاجاز بكل سهولة. عايزة اقول لكم هو قد ايه طري وهش ومليان كده طبقات من جوا ومورق وزي العسل. بصوا طري جدا جدا جدا. بصوا التوريقة بقى من جوا، كمية الطبقات اللي فيه مش معقولة. شايفين الحشوة في حتة تاني خالص. تعالوا كده اهو على الحركات والتركات بتاعت وصفة النهاردة. شايفين الجمال؟ بصوا ازاي طري وهش ومليان طبقات كتير خالص من جوا. شايفين ازاي حلو ازاي؟ بصوا شايفين ازاي طري بجد في حتة تاني خالص. الوصفة زي العسل. لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعتي متنسوش تعملوا لي احلى لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبتكم الوصفة بتاعتي. السلام عليكم.